السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اخواتي؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل ان شاء الله معانا في وصفة النهاردة صينية بطاطس بالكفتة، بس بطريقة تانية. معانا ربع لحمة مفروم، معانا هنا بصلاية كده مفرومة ومتصفية، معانا حلقات طماطم ودي حسب رغبتكم، ومعانا قرن فلفل حامي بالمنظر ده زي ما انتم شايفين متقطع حلقات، ومعانا في التوابل بصل بتاع فلفل اسمر، بصل بودر، مكعبين مرق الدجاج، توم باودر، بهارات لحمة، ومعانا بصلتين متقطعين حلقات كده جوليان، ومعانا طبعا بطاطس متقطعة سمك تخين شوية، ومعانا كوباية برغل كنا نقعينها وصفيناها حلو قوي عشان هنضيفها على ايه الكفتة. تمام. ومعانا معلقة بيكنج باودر صغيرة. طبعا المقادير مش كتير ولا حاجة، بس هتشوفوا كل حاجة بعينيكم. هننزل بكوباية البرغل دي بقى نقعها قبل ما اعمل الاكل مثلا بنص ساعة في مية سخنة، وقبل ما اعمل الاكل اقوم مصفيها تصفيه حلوه قوي وازودها ايه على الكفته. نزلنا بالبصلايه المبشوره، ونزلنا بكوبايه البرغل، ونزلنا بربع اللحمه المفرومه، وهننزل بالتوابل اللي كانت موجوده معانا دلوقتي. بهارات لحمه، بصل بودر، توم باودر، فلفل اسمر، مكعبين مرقه او ملح على حسب رغبتكم. وهنحط ايه معلقه بيكنج باودر صغننه عشان تدينا هشاشه للكفته. تمام. انا نزلت الكيس كله. شوية زيت صغيرين خالص عشان ايه يمزجوا كل المكونات مع بعض. هنضرب بقى كل ده. البرغل بتبقى مادة جميلة جدا لزيادة الكفتة، وبتبقى في منتهى الجمال. كده كنا خلصناه وضربناه حلو اهو. عندنا بقى البطاطس على حسب الكمية اللي انتوا عاوزينها، كيلو ونص، 2 كيلو، على حسب رغبتكم، على حسب الايه اعداد الافراد اللي هتتغدى. نزلنا في صينية كده على النار، وكان معانا بصلاية كبيرة كده متقطعة حلقات. تمام. هنقلب في البصل ده لحد حبايب قلبي ما يبتدي ياخد اللون الذهبي. صينية البطاطس دي بتبقى تحفة يا جماعة، وبطريقة جديدة. هنعملها فوقها الكفتة، وإن شاء الله تابعوني وهتعجبكم الوصفة بأمر الله، وحاجات جديدة وتغيير يعني. تمام. هنطلع كل البصل من بعضيه كده. عاوزين تقطعوه حلقات كده، عاوزين تقطعوه جوليان، عاوزين تقطعوه مربعات، بس هو الأفضل بيبقى حلقات كده، بيبقى طعمه حلو وإيه وباين في الإيه في صينية البطاطس. تمام. هنقلب البصل كده زي ما انتم شايفين لحد ما يبتدي ياخد اللون الذهبي معانا. عاوزين تحطوا بدل الزيت سمنة حطوا، مفيش مشاكل. هننزل بقرن الشطة الحامي كده، وممكن تحطوا فلفل رومي بداله، برضو ده على حسب الرغبة. احنا عشان بنحب الحاجة سبايسي فايه بنحط فلفل حامي. لو متواجد رومي او اي نوع من انواع الفلفل حطوا، بيديها طعم حلو قوي. برضو في اللقطة دي يا جماعة لو عاوزين تشوحوا البطاطس شوحوها، مش عاوزين حطوها ايه على الني كده بعد ما البصل يدبل بالمنظر ده. تمام. انا حبيت اشوح البطاطس، قلت ايه عشان ما تاخدش معانا سوا برضو، وايه وتستوي بسرعة. هنقلبها كده تقلبتين كده مع البصل والفلفل الحامي. تمام. لحد ما تبتدي لها تاخد اللون ده. شوية فلفل اسمر كده. دي بقى توابل البطاطس. هنحط برضو بصل بودر وتوم بودر. وصفة جميلة جدا، وتنفع تاكلوها بعيش، تنفع تاكلوها برز، إيه اللي يريحكم. تمام كده. وحطينا بصل بودر. دي معلقة ملح صغيرة. وهنبتدي برضو ايه نقلب. مش عاوزين تشوحوا البطاطس خلاص حطوها كده بعد ما البصل يتحمر. انزلوا بالبطاطس كده من غير تشويح وحطوها على طول، وكملوا بقية الوصفة. تمام. بصوا بقى البصل مكرمل وجميل ازاي. وجربوا الكفتة بالبرغل، انا عملتها معاكم كتير في القناة،
فانا ساعات بعمل صينية البطاطس دي بالثوم والفلفل الحار، وساعات برضو دي برضو بالبصل. دي طريقة برضو كنت بعملها، كانت بتبقى جميلة جدا. كده احنا خلصنا شوحنا البطاطس اهي معانا. هنبتدي بقى ايه يا حبايب قلبي، نصبع الكفتة ونحطها فوق وش ايه البطاطس. عاوزين تحطوا بقى حلقات الطماطم حطوها في التوقيت ده، مش عاوزين خلاص حطوا الكفتة على طول على البطاطس. ومش لازم حلقات الطماطم صراحة، هي ما يعني طعمها ما كانش اظرف حاجة حلقات الطماطم، او ما ادتنيش طعم من الاخر. فانا حبيت احطها كزيادة تدي شكل، بس صراحة ما يعني ايه ملهاش لازمة حلقات الطماطم. فالافضل ان انتوا تحطوا الكفتة على البطاطس كده، البطاطس هتشرب من طعم الكفتة وهتبقى طعمها خطير يا جماعة. وجربوا الوصفة. وده من ربع كيلو لحمة عملنا كمية الكفتة الجميلة دي، وكوباية البرغل زي ما قلتلكوا، وما فككتش ولا كان فيها اي حاجة، وكانت خطيرة جدا. وبألف هنا وشوف على قلوبكم، جربوها ان شاء الله هتعجبكم. بس بلاش حلقات الطماطم لان انا حطيتها وما عجبتنيش صراحة. تمام. هي عملت حائل ما بين الكفتة والبطاطس. فالكفتة المفروض بتنزل كل الدسم اللي فيها والطعامة كلها على البطاطس. حسيت ان الطماطم هي اللي شربت ال- الدسم ده. هننزل بقى كده بشوية شوربة كده من كل الجوانب كده عشان خاطر نسوي البطاطس بتاعتنا. تمام. طبق شوربة كده من كل ناحية بالراحة كده بعيد عن الكفتة، عشان خاطر نظبط البطاطس والبطاطس بتاعتنا تستوي. تمام. انا قلتلكوا اهو ما تحطوش حلقات طماطم، بلاش ملهاش لازمة وما بتديش الطعم المجزي. حطيتها كده بقى على البوتاجاز من فوق زي ما انتم شايفين، ورشيت برضو شوية زيت. وبعد كده بعد ما استوت البطاطس دخلتها على الفرن، خدت وش بس احمر من فوق، وده كان شكلها النهائي. تحفة يا جماعة، بألف هنا وشفا على قلوبكم. ودي كانت وصفة البطاطس بالكفتة. والسلام عليكم ورحمة الله.